من اكتر التجارب اللي كنت بحلم اعملها في حياتي هي الهوت اير بالون، وسافرت الاقصر مخصوص عشانها. فخليكم معايا عشان اوريكم التجربه واقول لكم ازاي تعيشوها ببلاش كمان. بعد ما لفينا في الاقصر في الفيديو اللي فات، جه وقت احلى تجربه في الرحله كلها. صحينا الساعه 3 الفجر وكانت الشركه مستنيانا قدام الهوستل. ركبنا واتحركنا لحد ما وصلنا المعديه، وهناك كان مكان التجمع. استنينا لحد ما بقيه الناس يجوا، ومن هناك ركبنا مركب للبر الغربي. وفي الطريق كان في شويه سناكس ومشاريب خفيفه. وصلنا البر التاني وركبنا باصات كملت بينا لحد موقع البالون. واول ما تنزل هناك بتحس انك دخلت عالم تاني. لحظة عقلك مش بيستوعبها من جمالها. هو انا فعلا هنا؟ عشرات المناطيد بتجهز قدامك والوان في السماء، منظر مش طبيعي لحد ما يجي دورك والمنطاد يبدا يتملي بالهواء. وبعدين اللحظه اللي انا مستنيها، اول ما تبدا تطلع هتحس ان كل حاجه ساكنه، هدوء غريب وشعور مش شبه اي حاجه تانية. الرحلة بتستمر حوالي 40 دقيقة، بتشوف فيها التاريخ من السماء، جمال الأقصر كله قدام عينك، لأنكم بتكونوا شايفين كل الآثار اللي بقالها آلاف السنين من وانتوا فوق وعلى ارتفاع أكتر من 1000 متر. لحظتها تدرك إنك مش شرط تمتلك جناحات عشان تعرف تطير. البالون هنا في الأقصر من سنة 1988. بكل بساطة احنا عندنا القماش ده بيتحمل درجات الحرارة العالية، بيبقى جواه هواء بارد، بنسخن الهواء، كثافته بتقل، بيطلع المنطاد بيطلع، بنسيب الهواء اللي جوه يبرد، بيبقى أتقل من الهواء اللي بره، المنطاد بينزل. احنا بقى بنستخدم النار دي عشان نعادل موضوع الطلوع والنزول. بيعتمد على ان احنا بنطلع من مكان بننزل في مكان تاني، بيعتمد على سرعة واتجاه الريح. خلينا هنخش دلوقتي في اسعار الرحله. فبتكون في رحلتين في اليوم، والاختلاف الوحيد ان الاولى بتشوف الشروق من فوق والتانيه بتكون الشمس طلعت خلاص. فلو انت عايز تركب المنطاد فهتحجز مع الهوستل او الفندق اللي انت قاعد فيه، وهم هينسقوا مع الشركه اللي هتاخدك. بس السؤال الاهم هنا، هل لازم ادفع فلوس عشان اعيش التجربه دي؟ وده اللي خلاني ادور كتير ازاي اعملها ببلاش. فقررت ان اصحى تاني اليوم اللي بعده في نفس التوقيت. فلو انت في الاقصر وعايز تعيش التجربه دي ببلاش زيي، امشي بالخطوات الجايه. تصحى الساعه 3 الفجر، ولازم تتقل وانت رايح عشان الجو فعلا بيكون برد. وانزل على اقرب معديه تعدي بيك للبر الغربي. ولو انت اصلا في البر الغربي يبقى وفرت خطوه. اركب اي عربيه وقول له وديني ارض البالون. وهنا المفاجاه، المكان مفتوح، ما فيهوش تذاكر ولا حجوزات، مش هتدفع فلوس عشان تدخل. هتلاقي نفسك وسط المناطيد كلها بتطلع في نفس الوقت، مشهد سينمائي بكل معنى الكلمه. هتاخد احلى صور وفيديوهات وهتفضل تتامل في روعه المنظر اللي قدامك اللي مفيش كلام هيوصفه. ممكن ما تكونش طاير، بس الاحساس نفسه هيوصل لك، وهتدرك ان اوقات اجمل لحظات حياتك مش لازم تدفع مقابلها فلوس. ولو جه في بالك سؤال هل الموضوع آمن، حابب أقول لك إن الرحلات دي كلها بيبقى ليها تصاريح ورقابة، وكل منطاد بيبقى ليه طيار مدرب وبيختار وقت الطيران حسب حالة الجو عشان الأمان برضه. فما تقلقوش من الناحية دي نهائي. ومهما الفيديو نقل لكم، التجربة الحقيقة مختلفة تماما. فلو عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان المغامرات الجاية لسه أقوى.